لا الموضوع زاد عن حده. هو انا كل ما هدور على اصل حاجه هلاقيها جت صدفه؟ مش معقول بجد. معظم الاختراعات الحلوه والعظيمه صدق او لا تصدق جت صدفه. يلا بينا نشوف ايه صدفه النهارده. هبدا احكي لكم القصه بس مش هقول لكم بتكلم عن ايه. لو انت عرفت انا بتكلم عن ايه اكتب لي في التعليقات قبل ما انا اقول لك في نهايه الحلقه. بصوا بقى، في عشرينات القرن اللي فات وبالتحديد سنه 1924 الحكومه الامريكيه كانت عامله حظر على الكحول في الولايات المتحده الامريكيه، فالمواطنين الامريكان ما كانوش بيشربوا الكحوليات براحتهم. بس الموضوع ده ما كانش على هواهم، فبدأوا يلاقوا حلول بديلة يشربوا بيها كحول، فبدأوا يعدوا الحدود يروحوا للبلاد المجاورة اللي على حدود أمريكا. فمثلا عندك مشاهير وأثرياء أمريكا كانوا بيعبروا من الحدود الجنوبية اللي في جنوب كاليفورنيا، فكانوا بيروحوا بيروحوا المكسيك. فعلى الحدود كان في مدينة مكسيكية اسمها تيخوانا، هناك كانوا بيسهروا بقى في الكافيهات والمطاعم خاصة في الويك اندز عشان يشربوا الكحوليات براحتهم. كان في بقى مطعم هناك مشهور باكله اللذيذ اسمه مطعم سيزر. صاحب المطعم كان ايطالي بس كان مهاجر للمكسيك وعايش هناك بقاله سنين طويله. المهم في الويك اندز كان بيبقى فيه تكدس من الامريكان على مطاعم بلدة تخوانا في المكسيك. مطعم سيزر ده كان على طول زحمه. ويك اند من الويك اندز الناس كانت زحمه جدا في المطعم والطلبات ما كانتش بتخلص، اللي يخلص اكل يطلب تاني واللي يخلص مشاريب يطلب تاني، لحد البضاعه من الاكل والشرب اللي في المطعم قربت تخلص. اللي يطلب فراخ صاحب المطعم ما يلاقيش فيه فراخ، اللي يطلب لحمه صاحب المطعم ما يلاقيش في المطعم فيه لحمه. خلاص كل حاجه خلصت من كتر الزحمه. المهم قال لا انا مش همشي الناس كده متضايقه، لان هم لو مشيوا كده هيأثر على سمعه مطعمي. فبدأ يفكر بطريقه ذكيه، جاب كل المكونات اللي كانت لسه موجوده في المطعم، فلقى موجود توست محمص، خس، شويه خضار، شويه زيوت، شويه بهارات. راح جاب ترابيزه خشب كبيره وحطها في وسط المطعم في وسط الناس اللي قاعده، وجاب كل المكونات اللي موجوده وبدأ يعمل لهم شو كده، يقطع الخس قدامهم، يقطع التوست قدامهم، يعمل شويه حركات ويعمل اطباق صغيره وتتوزع على الناس. الناس بدات تاكل السلطه اللي عملها وتنبهر بالطعم. وخلص اليوم بمفاجاه فظيعه. اول مفاجاه ان مطعم سيزر كارديني ما اتفضحش ان الطلبات اللي فيه خلصت، واليوم ختم بنجاح باهر. تاني مفاجاه وكان ده الاهم ان اليوم ده كان ولاده سلطه القيصر المشهوره اللي هي سيزر سالاد. وعلى الرغم من ان الطباخ المشهور سيزر كارديني واخد براءة اختراع عن سلطة السيزر، بس الحكاية اللي انا حكيتها لك مش الحكاية الوحيدة المتداولة عن قصة السيزر سالاد. كارديني كان ليه اخ اسمه اليساندرو. من ضمن القصص المتداولة عن سيزر سالاد ان اليساندرو ده قعد فترة يساعد كارديني في المحل بتاعه، وفي مرة من المرات مجموعة من الطيارين الامريكان كانوا بيتعشوا في المطعم. اليساندرو حب يعمل لهم طبق مختلف، فعمل لهم سلطة السيزر نفس المكونات بس ضاف عليها الانشوجة. ما كانش اسمها بقى سلطة سيزر، سمى ساعتها السلطة سلطة الطيار. الطيارين الامريكان عجبوا جدا بالطبق، طبق لفت نظر ناس كتير، واليساندرو بدا يعمله يوميا في المطعم لحد ما قرر ان هو ينفصل عن اخوه، سابه علشان يعمل مطعم لوحده. بس سيزر كارديني بعد ما اخوه مشي كمل في موضوع السلطه ونسبها لنفسه. والقصه الثالثه بتقول ان برضو سيزر كان عنده طباخ ماهر جدا في المطعم بتاعه بيساعده اسمه ليفيو سانتيني، وان ليفيو ده هو صاحب الريسبي بتاعه السيزر سالاد. ايا كان انهي واحد فيهم هو صاحب الفكره، بس سنه 1948 سيزر كارديني سجل براءة اختراع للسيزر سالاد أو سلطة القيصر باسمه هو. المهم في الثلاثينات الحكومة الأمريكية عملت لغت قرار حظر الكحول في أمريكا، فبدأوا الأمريكان يقعدوا في أمريكا وما يعدوش الحدود علشان يشربوا كحوليات. المهم الرجل بدأت تقل في مطعم سيزر كارديني وكمان في بلد التخوانة كلها، ومن هنا قرر كارديني إن هو ياخد عيلته ويتنقلوا يعيشوا في أمريكا وبالتحديد في لوس أنجلوس. ففي 1934 أسس مطعم هناك واستقر وعمل كمان شركة للأغذية، شركة كارديني للأغذية. هو اصلا نجاحه كان سببه الرئيسي السلطه من وهو في تخوانا في المكسيك، لان الناس لما كانت بتروح مطعمه وتاكلها نقلوها معاهم لامريكا، بس ما كانتش منتشره قوي لحد ما هو نقل نفسه امريكا، ومن هنا انتشرت انتشار فظيع. وقعوا الامريكان في حب السيزر سالاد، وبعدين اتنقلت لاوروبا والعالم كله عرفها. ورغم ان احنا ما نعرفش مين اللي ابتكر السيزر سالاد، هو ولا اخوه ولا صاحبه اللي كان معاه في المطعم، بس براءه الاختراع بتنسب السيزر سالاد للطباخ العالمي سيزر كارديني. ودي كانت قصه السيزر سالاد.